شوقي بعض ما ذكره هو يقول أنه تواترت روايات المهدي عمن رآه. وأنا أسأله سؤال: هل يقدم قول هؤلاء الناس الذين ليسوا معصومين الذين أثبتوا أنهم رأوا المهدي أو قول المعصوم؟ دي روايات والناس دول جيبني على قدر سؤالي، أنت تفهم السؤال. اتفضل. هو سؤالك شغال. 80 شخص قالوا أنهم رأوا المهدي، وقول للمعصوم أن المهدي لا يرى. نقدم قول هذا أو قول هذا؟ تفضل. مش ممكن المعصوم يقول أن المهدي لا يرى. لا يرى جسمه. هذا حديث عن الرضا، عن أبي الحسن الرضا. يا المعصومين ما حدش شاف علي رضا. سؤال: قول المعصوم أن المهدي لا يرى، و80 واحد أخبروا أنهم رأوا، أليس يقدح في هؤلاء ال80 ويقدم قول المعصوم؟ يقدم قول المعصوم؟ لا يقدح ولا حاجة. طيب أنت اللي مش فاهم الفرق بين الاثنين. طب فهمنا. السؤال أن المعصوم، خليه يفهمنا يا شيخ خالد، خليه يفهمنا. فهمنا إيه الفرق؟ كون إن الإمام اختفى مش معناها ان هو ما جابلش ناس كتير، هو اختفى. المعصوم يقول كقبلة يتوجه اليها، لان الناس هم اللي يعني سابوه ولم يتخذوه قبلة. دلوقتي هو سؤال الشيخ خالد بعد وسيار وقبل اناس وحل لهم مشاكل كتيرة. انا استاذنك. اتفضل. 1.5 مليار قالوا بمقالة المهدي، والمعصوم قال مقالة أخرى. تأخذ بقول المعصوم ولا تأخذ ب1.5 مليار؟ مش ممكن المعصوم هيخالف الناس. مش ممكن المعصوم. المفروض العكس، الآية العكس بقى. المفروض إن الناس ما يخلفوش المعصوم. أنت خدت القصة بالعكس يا شيخ شاوي. الناس قالوا إن هم شافوه، يعني فلا يمكن المعصوم يقول ما مش هيشوفه. هذه الرواية. اقرأ الرواية يا شيخ خالد. الشاشة. كتاب إيه يا شيخنا؟ في أصول الكافي المجلد الأول. استنى بس. هقول لك ايه، انا هقول لك الحديث اللي هتقوله. هقول لك الحديث اللي هتقوله. انت فاهمه بتكابر. انا هقول لك الحديث اللي اقسم بالله انك تكابر. قول واديني فرصه اشرحه لك. لا هذا أصول الكافي على الشاشة موجود. مجلد ايه؟ طيب المجلد الأول. تمام اتفضل. طيب يقول صفحة، لحظة شوي، صفحة 391 باب النهي عن الاسم. سمعت أبا الحسن العسكري تمام يقول: الخلف من بعد الحسن، فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟ فقلت: ولم جعلني الله في ذاك؟ قال: إنكم لا ترون شخصه. رأيتها على الشاشة ولا لم ترى؟ نعم. اقراها، انظر إليها. قول لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمه. تمام. ويكفر من طيب. هذا. ورواية ثانية محدش قال يكفر دي من موجود. قال: سمعت أبا الحسن الرضا يقول: وسئل عن القائم فقال: لا يرى جسمه ولا يسمى باسمه. الرواية الأخيرة يقول عن أبي عبد الله قال: صاحب هذا الأمر لا يسمي باسمه إلا كافر. صح بالضبط. هو صح. هو يقول صح، وقبل قليل قال ما في أحد. طب بعد اذنك الغلط فهمك. هنا ايه دلوقتي سؤال الشيخ خالد مطلوب القبض عليه وقتله. اللي يقول عنه واللي يذكر اسمه هو واللي يدل على مكانه الروايات عن من رآه. لكن بعد ذلك خلاص انتهى الامر. وانتهت الدولة اللي لا يرى حتى يظهر. لا يرى حتى. مين اللي قال لك حتى يظهر؟ دي بقى من عندك. والله موجودة. ما عندك انت. لا ابد. لكن هو يرى وشافوه ناس كتير وما فيش اي تعارض بينه وبين دي. وهو موجود وهو مطلوب القبض عليه ومطلوب ان هم كذا. ايوه اللي يقول عليه يبقى كافر. اللي يقول على الامام احمد الحسن ويدل عليه ليقتله الناس. لا يرى شخصه، لا يرى. ما قالت لا يرى ذاته لا ترى. ايوه ما حدد متى. بيحذر الناس ان هي لا تشوف. ما قال لا تشوفه ولا علشان امعانا في اخفائه علشان لا يتعرض لاذى. هل المعصوم يكذب؟ هل المعصوم يكذب عندكم؟ مين اللي قال لك يكذب؟ هو يقول لا يرى شخصه. جسمه لا يرى. الجزئيه اللي عايز اعلق عليها يا شيخ خالد مرحليا علشان خاطر الدوله عايزه تقتله. انت بطيء. افهم يا اخي شاوي افهم الروايه. يا اخي شاوي انت قلت تعمل تعارض. افهم وان الروايتين صحاح. روايه كلام المعصوم صحيح واللي رآه برضه كلامه صحيح. لا يرى جسمه. لما اقول هذه لا ترى. هذا الكوب لا يرى. انت اصلا مش عاوز. هذا لا يرى. انت مش عاوز تفهم اصلا. هذا لا يرى. خلاص نلغي اسمه. نلغي اسمه. ما قال لا ترى. اللي يذكر اسمه يبقى كافر. خلاص نلغي الاسم ونشكك في اللي يذكر اسمه يبقى كافر. هل الناس مش عارفه اسمه؟ ولا انت هذه رواياتكم. ما هو روايتنا لازم تفهمها بقى. تفهمها ايه؟ ان الناس عارفه اسمه، لكن هو بينهي الناس عن تذكر اسمه علشان الدوله ما تقدرش توصل لمكانه. لكن الناس ما عارفه اسمه. ما الرسول جايين اسمه واجداده كلهم جايين اسمه. يبقى اللي يقول اسمه يمشي يبقى كافر. طيب انا يعني ايه؟ يعني اللي يدل عليه. يعني اللي يدل عليه. افهم. ما في هذه من كيسك انت. ما هو لازم تفهمها كده يا حبيبي. لا لازم نفهمها كده. لازم حق عمر ليش ما تفهمها؟ تفهمها كده. هو في دين لازم. ومش في مخ. في دين لازم. طيب ليش حق عمر لابد تفهمها الفهم السيء وهذه لابد تفهمها الفهم الحسن؟ برضه في حق عمر تفهم ان